كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا مزاجنا رايق، كل سنة واحنا مع الناس اللي شبهنا. هابي فالنتاين لكل الناس المحبة اللي قلبها لسه بيعرف يحب. في مقولة كده أنا قريتها بتقول: اقترب من كل من يعشق الموسيقى، فالأشرار لا يحبون الموسيقى. عشان كده أجمل هدية كان ممكن أجيبها لكم في الفالنتاين هو المطرب الجميل الخلوق صاحب الصوت اللي كله إحساس، عبد الله الجسمي. أهلا يا عبد الله. اولا كل سنه وانت طيبه، وكل وأنت سنه طيب. كل متابعينك بخير، وهابي فالنتاين داي لكل جمهورك. وانا اللي مبسوط ان انا معاكي النهارده ميرسي يا عبد الله. علشان ميرسي. انتي نفس الوصف اللي انتي وصفتيه للناس اللي حواليكي، الوصف ده موجود فيكي برضه. ميرسي يا عبد الله، أنت إنسان جميل وخلوق، وحقيقي صوتك كله إحساس. وعايزة في أول الفيديو كده نبتدي بحاجة كلها إحساس بقى علشان الفالنتاين. خلاص خلينا نقول، مادام هنبدأ نقول جزء مثلا من القيصر. يا ريت. I love it. يلا بينا. نقول كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام كل عام كل عام. يا سيدتي، لو كان الأمر بيدي إذا لصنعت سنة لك وحدك. آه 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 تفصلين أيامها كما تريدين، وتسندين ظهرك على سابيعها كما تريدين، وتتشمسين وترقصين وتكتبين على رمال شهورها كما تريدين. الله 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 بجد. مش أحلى من القيصر كبداية. هو مفيش احلى من صوتك يا عبد الله بجد. احنا عايزين نتكلم شويه عن الحب. والناس بيهمها قوي ان هي لما يكون حد فنان بتهتم بآرائه وبتثق في آرائه يعني. العقل ولا القلب يا عبد الله؟ ترى. شوفي، هو محور الحياة عموما لو العقل والقلب ما اتفقوش مع بعض بتكون في مشكلة كبيرة. تمام. فكلنا متفقين ان القلب هو بالنسبة للحب هو كل حاجة، بس لازم يكون في نسبة للعقل علشان الحب ده ما يتحولش، مش عايز اقول لكره، لكن عدم نجاح يعني. لان الحب ده مش من اعظم، هو اعظم حاجة موجودة في الحياة. يعني الانسان لو ما حبش الناس اللي حواليه، اهله، اصدقائه، او كانت حبيبته، او اذا كان اولاده، او حتى في ناس حب النفس يعني، فلازم يكون في توافق بين الاتنين. بس انا اميل للقلب اكتر يعني. تميل للقلب اكتر. بس طب هو العقل هو اللي لما القلب بيروح له وهو مكسور بقى وحزين، العقل هو اللي بيشيل الليلة؟ العقل يعني بيأنب كتير. تأنيب، لأن لو واحد فكر بعقله في حاجات كتيرة مش هيعملها، ولو فكر بقلبه في حاجات كتيرة ممكن يتعب بسببها. فليه قلت لازم يكون في توافق؟ التوافق بيكون يعني دايما أقولك ليه أسباب عدم نجاح العلاقة ترجع لعدم التفاهم.
صح. ممكن يكون الاتنين بيحبوا بعض جدا وهم حاسين بعض وكل حاجة، بس مفيش توافق في التفاهم نفسه، طريقة الكلام، طريقة التفكير، الأسلوب. في حد ممكن يبقى شخص هادي جدا وفي حد عصبي جدا، مم. فبتختلف الآراء، بتختلف رؤية المستقبل نفسه، بتختلف طريقة الكلام. ده اللي احنا بنقول عليه إدارة العلاقات، إنه حد يبقى بيبذل مجهود علشان الحب ده يستمر كعلاقة يعني. مش هنختلف، بس هنا بنقول التنظيم العقل بيكون مهم، أكيد. لأن في علاقات بتفشل كتير لأن كان سببها الحب فقط. انت لما تحبي حد لازم يكون عندك انت في عيوب في كل واحد فينا. صح. طب هل العيوب دي اللي قدامي يقدر يتحملها؟ طب حد مثلا حساس جدا مم. وبيحب حد حاد جدا، مم. مش برضه بيقولوا فيه كلام بيجرح؟ أكيد. طيب، طب اللي بينجرح ده من الكلام الحاد اللي ممكن يكون مش مقصود حتى، مم. هيفضل يتحمل لحد امتى؟ في علاقات بتفشل، علاقات معتمدة على الحب بس. وطبعا اي حد علاقته تعتمد على العقل فده مش حب، صح. انتم متفقين؟ صح. لو حد اتجه لجزئية ان هو يختار اللي قدامه بعقله فقط، فهيقابل حد تاني وهيحب حد تاني وهيضطر يخون. لأن هو أقوى محرك للإنسان هي المشاعر. الحب لو ما جاش وحصل ارتباط او جواز، فده مؤشر خطر جدا لان مصيره هيجي، بس هيجي مع الشخص الغلط. تقصد إن الإنسان لو ما اتجوزش عن حب هيحب بعد الجواز؟ طبعا، لان ما زال في احساس وما زال في قلب، ما زال في فراغ. فراغ عاطفي مش موجود. حد هيجي يملاه باهتمام، بكلام، بأفعال. فمضطر الإنسان اللي اتجوز وهو مش بيحب اللي قدامه، فهو معرض إنه يحب تاني أو يحب أولاني أيا كان. بصراحة بحييك لأن أنت بجد حطيت إيدك على مشكلة فظيعة. يعني نسب الطلاق عالية جدا بسبب إن أغلب الناس اللي اتجوزوا بعقولهم زمان بعد شوية من الوقت الشخص تفكيره بيتغير، ميوله بتتغير زي ما أنت قلت، مشاعره ممكن تتحرك ناحية حد، فبيلاقي أنا اخترت إيه، أنا عملت في نفسي إيه، فيبتدي إن هو يدور بقى على مشاعره. الحب عامل زي المراحل حياة الإنسان. يعني الحياة بتبدأ في الأولية طفولة، هي البراءة، بعدين بيتحول من البراءة إلى الشخص اللي هو مش يعني شقي، عنده طاقة، بعدين بيتحول إلى سن المراهقة. سن المراهقة اللي دايما بيقولوا عليه أخطر سن، لأن سن المراهقة كان في حد كبير قال لي زمان كلمة، قال لي سن المراهقة ده هتحبي فيه مليون واحدة، هتعرف تدخل من علاقة وتخرج منها بمنتهى السهولة، لحد ما بتوصلي بقى لسن النضج اللي هو الاختيار بيكون صعب جدا. صعب الإرضاء، صعب جدا ان انت تقولي انا الشخص اللي قدامي ده انا بحبه او انا عايزاه او انا متفاهمه. ده بيحتاج مجهود ذهني ومشاعر وتفكير بشكل مرعب. عشان كده الاختيار بعد سن المراهقة بيكون اختيار سليم 100%. 100%. الإنسان بيكون عدى بمراحل كتير في حياته، عرف يفرق، صح. عرف يوصل لفكرة الاختيار السليم، عرف يفهم هو مين بالظبط، عرف يفهم الشخص اللي قدامه كمان، صح، هل يجوز وينفع له ولا ما ينفعلوش. صح. طبعا انا مش عايزين نخلي الناس تيأس. لا، الناس ما بتيأسش، الناس طول الوقت بتحب. طب هل بتؤمن بالحب من أول نظرة؟ الحب من أول نظرة هو تعبير زي ما بيقولوا كده متجمل. يعني في حاجة اسمها الإعجاب، تمام، القبول. لكن حب من أول نظرة دي بتبقى مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن أنا ممكن أعجب بشخص
لما اشوفه مم. واتشد ليه بشكل قوي، مم. لكن اول ما اتكلم معاه احس ان انا ايه ده، مفيش اي صح. توافق. مم. عشان كده دايما احنا ان الله جميل يحب الجمال. يعني لما الواحد يشوف مثلا حد شكله حلو ومظهره حلو مم. بينجذب له. اكيد. يعني العين بتحب. بس بيكون مجرد اعجاب، وده رأيي برضه. انا قصة الحب من اول نظرة حب. اصل الحب يا جماعة كلمة مواقف. كبيرة قوي، كلمة كبيرة. ايوه. الناس اختصرتها في نظرة. مم. لا لا، بس الموضوع اكبر من كده. لكن ممكن يكون بداية حب من اول نظرة. مم. ده اتفاق كامل. احنا بنشوف اللي ممكن تقعدي مع حد جميل جدا وما تتشدلوش، صح. صح. ثم يعني القبول من الطرفين ده موضوع كبير. اكيد. يعني حب من اول نظرة مش ان حد هيكون معدي من قدامك وتحبيه. اكيد لا. لما تكون قاعدة معاه بتتكلم معاه فياخد الموضوع بدأ أول نظرة في 70,000 نظرة في خلال الساعة يعني. فخلاص اوكي. ايوه. فهو القبول أنا دايما شايف إن الحب من أول نظرة دي مقولة فيها نسبة من نسب الجمال، يعني الشكل المهذب الجميل يعني. لكن كحقيقة لا، صعب. اكيد. لا أؤمن بالحب من أول نظرة. ولا انا كمان بصراحه. انا بالنسبه لي الحب بيحتاج وقت ومجهود ومواقف وحياه مظبوط. علشان نقدر ان احنا نسميه حب بجد. احنا عبد الله، في مقوله بتقول ان تكن وحيدا خيرا لك من ان تكن بديلا. ايه رايك في الجمله دي؟ لانه في ناس حقيقي بتتعب جدا من الوحدة، وشايفة ان هي حاجة قاسية جدا، وعندها استعداد ان هي تدخل اي علاقة في سبيل بس ان هي ما تكونش وحيدة. أنا شخص بحب الوحدة، وهي واحدة فعلا قاسية جدا. ده كلام صحيح. هخلي الواحدة على جنب هتكلم عنها. لكن فكرة التقبل ان انت تكون بديل دي أسوأ من الوحدة. دي حقيقة. يعني انك تكون انسان اساسي في حياة اللي قدامك ده شيء عظيم.